السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين. ربنا ان شاء الله كده يرزقنا الخير ويطعمنا الخير يا رب. النهارده باذن الله اقول لك على وصفه للقرص الفلاحي، ان شاء الله باذن الله باذن الله هتعتمديها. وهقول لك ازاي القرص تطلع طريه معاكي وتكون جميله ما تنشفش منك ابدا. والتسويه هقول لك ازاي تسويها، وهقول لك ازاي الفرن تظبطيه على التسويه الصح. يلا بينا نبدا الفيديو ونسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى علشان نقول المقادير بتاعتنا مظبوط. طبعا احنا قايلين قبل كده ان كيلو الدقيق الواحد بياخد مج زبدة ومجين لبن وبنكمل بالمية. ماشي الكلام؟ هنا عندنا النهاردة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك هنعجن 5 كيلو او 6 كيلو دقيق. هقولك برضو مقاديرهم في الفيديو للناس اللي بتحب تعجن كمية على بعضيها. اما الكيلو هحط لكم في صندوق الوصف للناس اللي بتحب تعجن كيلو واحد على القد، يعني انفار العيلة عندها قليلة. هنا احنا هنعجن بخميرة عادية، بخميرة بيرة، تمام كده. الخميرة البيرة دي بقى المقدار بتاعها حسب الجو عندك في الصيف او في الشتاء. يعني لو انت شفت الفيديو في الصيف بنحط كمية دي اللي انت شايفاه دي كده في الصيف، في الشتاء بنزود كمية شوية. وعايزة تحطي معاها بيكنج باودر حطي، ما انت عايزة دي برضو حاجة بتاعتك انت. البيكنج باودر انا مش بستعمله كتير، قليل قوي لما بستخدمه في المعجنات عندي. اما عن الخميرة لكل كيلو بياخد 10 جرام من الخميرة البيرة ومعلقة من الخميرة الفورية. بتمشي بقى انت مظبوط على كده. السكر ده اختياري بس انا بحب احطه، بيخلي القرصه ليها طعم تاني لو انت اكلتيها لوحديها من غير اي حاجه فيها سندوتشات يعني او حاجه. والملح بنحط معلقه ملح لل5 كيلو او ال6 كيلو لمعلقه ملح. انما لو هحط للكيلو واحد هحط حاجه على طرف المعلقه كده سنه ملح، تمام كده. عندي هنا حليب ما شاء الله اللهم بارك بخيره. عندي الكميه بتاعت الحليب قد كميه الميه. انت عايزه تعجني كله حليب اللي يعجبك، عايزه تعجنيه حليب رايب اعجني، عايزه تعجنيه حليب عادي اعجني، لبن عادي يعني. ما عندكيش لبن رايب ولا لبن حليب وعندك شرش ابيض بتاع الجبنه بس ما يكونش حادق اعجني بيه عادي. عندك لبن بودره دوبيه في حبه ميه واعجني بيه عادي وحطي معاه معلقتين خل، تمام كده. هنا بقى عندنا الزبده بتاعتنا، لكل كيلو ليه مج زبده. الزبده دي عباره عن زبده ماشي او زبده وسمنه ماشي او سمنه ماشي. المهم ما تزوديش زيت قوي للقرصه. اول حاجه بتخلي القرصه ناشفه معاكي الزيت الكتير، تمام كده. ما تعجنيش كتير زيت كتير في القرصه، كل ما بتزودي زيت كل ما القرصه بتنشف معاكي. دي اول حاجه بتنشف معاكي القرصه، وكملي معايا في الفيديو هقول لك ايه تاني باقي الحاجات اللي بتنشف معاكي القرصه او بتطلع معاكي ما هياش اللي انت عايزاها. هنا بقى نزلت بالدقيق تبعي. طبعا المقادير اللي عندي قابله للزياده وقابله للنقص، يعني ممكن العجينه بتاعتي تكون يعني يابسه شويه او ممكن تكون طريه شويه، هحتاج لها حبه دقيق كمان، تمام كده. لان دي كميه كبيره ما شاء الله اللهم بارك، مش عاملاها كميه الكيلو، لا احنا هنا عندنا 5 كيلو هنكمل عليهم كمان هنوصل ل6 كيلو بالمقدار اللي انتوا شايفينه. لكن الكيلو اللي انا حطيته هزود له الزبده بتاعته، لان زي ما بنقول كل كيلو ليه مج زبده، تمام كده. طيب وليه معلقتين زيت. المعلقتين الزيت دول بلم بيهم العجينه الاخر، بلم بيهم العجينه الاخر. انت عايزه تحطيهم وحطي معلقه زبده بدلهم سايحه تلمي بيها العجينه عادي، بس انا يعني بستهوي كده ان انا المها بمعلقه الزيت، دي بتخليها جميله وحلوه قوي. وبتلم كمان العجينه كلها من ايدي، ما بتكونش لازقه في ايدي ولا لازقه في الطبق، وفي نفس الوقت ما تكونش متماسكه قوي. يعني تاني حاجه ان تخلي القرصه ناشفه معاكي قوي، ان العجينه بتاعتك تكون متماسكه قوي يعني ناشفه، ما تنشفيش عجينه القرصه قوي، تمام كده. يبقى كده ما نزودش الزيت للقرصه، وكمان ما نيبس العجينه او ما نخليش العجينه متماسكه قوي. خليها فيها نسبه طراوه كده بحيث انها ايه تبقى لازقه في ايدك، بس احنا علشان ما نخليش لازقه في ايدنا هنحط كميه الزيت اللي هنحطها اللي هنلم بيها العجينه الاخر. ده بقى مج الزبده اللي احنا حطيناه لكملة الكيلو الدقيق السادس اللي احنا كملنا بيه العجينه. لما لقيناها طريه قوي نزلنا بكيلو دقيق علشان نظبط العجينه بتاعتنا، تمام كده تمام كده. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب، اللهم امين. هنا بقى هنلم العجينه بتاعتنا حلو قوي بحبه الزبده الاخرانيه دي كده، خلاص مش هنحط اي حاجه تانية. هنلت بس العجينه بتاعتنا لته حلوه كده بحيث ان احنا مج الزبده الباقي ده اللي احنا حطيناه الاخر يروح برضه في قلب العجينه. وهنبدا بقى نحط كميه الزيت البسيطه لكل كيلو، جوز معالق زيت بس، معلقتين زيت بس لكل كيلو، ماشي. هنلم بس بيهم العجينه حلوه كده. العجينه عندنا لا هي زي عجينه الخبز ولا هي زي عجينه الفطير، وفي الوقت نفسه كمان ما بتكونش العجينه بتاعتها متماسكه قوي علشان تطلع لي قرصه طريه زي ما قلنا، تمام كده. هنلم بقى العجينه بتاعتنا بكميه الزيت اللي احنا حطيناها دي لكل كيلو جوز معلق بس، يعني معلقتين بس زيت، تمام كده. ونلت بيهم العجينه حلوه قوي زي ما انت شايفه كده. الدقيق اللي انا مستخدماه النهارده للناس اللي هتسالني ده دقيق زيرو متعدد الاستخدامات.
عايزه تعجني بدقيق قمح بلدي علامه اولى اعجني، بتكون جميله برضو، بس اسندي معاها كيلو ولا 2 كيلو زيت، كيلو ولا 2 كيلو دقيق زيرو، على حسب الكميه اللي انت هتعجني. يعني مثلا لو 5 كيلو، لو هتعجني 5 كيلو مثلا، حطي فيهم كيلو ولا 2 كيلو دقيق زيرو، بيخليها جميله ويخليها خفيفه كده، والقرصه بتاعتها خفيفه وحلوه، تقدري تعمليها اي سندوتش، وكمان تقدري اي ضيف دخل عندك تحطي منها، بتبقى جميله. وفي الوقت نفسه القمح البلدي بيكون ليها طعم تاني بصراحه غير الزيرو. تمام كده. بس انا اضطريت عجنتها بزيرو علشان الولاد هم بيحبوها كده، يعني كل واحد ليه ذوق في حاجه. فطبعا بالقمح البلدي بتكون جميله مش وحشه. بس حطي علامه اولى، في احنا عملنا قبل كده فيديو للقرص بالسن والرده والدقيق القمح البلدي، وضفنا عليها كيلو واحد زيرو، هبقى احط لكم برده في صندوق الوصف باذن الله للناس اللي هي بتحب تعجنها بالدقيق الاسمر. تمام ما شاء الله اللهم بارك، فيديو حلو ما شاء الله، في منفعه جميل، والطريقه برده حلوه. شايفه كل ما بتلتي في العجينه بتاعتك او تعجني فيها كل ما بتديكي عرق، بتدي معاكي شده شويه، بس في الاول وفي الاخر هي العجينه ما هياش ناشفه قوي. تمام. الزبده اللي بنحطها او الزيت مش بيخليها تمسك، لا بيخليها تخلع من ايدك، وفي الوقت نفسه بيديها عرق كل ما بتعجني فيها كده. خلاص خلصنا العجينه بتاعتنا، هنلمها ونغطيها ونجهز بقى العجوه بتاعتنا، نجهز الصواني بتاعتنا، نجهز الفرن، نجهز الحاجات دي كلها، لان هي مش هتاخد وقت باذن الله. الجو صيف والجو حر، فهتخمر معانا على طول غير جو الشتاء. تمام كده. تمام كده. يلا نقوم نشوف الفرن بتاعتنا وحاجتنا لغايه ما تطلع. هنا ما شاء الله اللهم بارك، القرصه بتاعتنا اختمرت وعلت وحلوه زي العسل. بس انا مش ههبط الخمر اللي فيها دي، تالت حاجه هتخليها تنشف معاكي في الفرن او تنشف معاكي بعد التسويه، انك تهبطي القرصه. ما تهبطيش الخمر اللي في القرصه لا قبل ما تقطعي التقطيع ده، ولا قبل ما تسوي القرصه. يعني لما تقطعي ده ما تهبطيش الخمر اللي موجود فيها. وكمان لما تيجي تقطعيها وتسويها قبل التسويه برضو ما تدوسيش عليها خالص، عشان الخمر اللي فيها يفضل فيها، تقوم تطلع معاكي قرصه طريه وعاليه كده وجميله زي ما بتقولوا. تمام كده. تمام كده. هنبدا بقى دهنا الصينيه بتاعتنا نسبه زيت بسيطه، وايدنا كمان نسبه زيت بسيطه. شايفه القرص بتاعتي ما هياش ناشفه وما هياش طريه زي الخبز، دي حاجه ودي حاجه. انا مخليها عجينتها وسط، لا هي زي عجينه الخبز ولا هي زي عجينه القرص اللي هي بتطلع ناشفه معايا قوي. كل ما بتيبس عجينه القرصه كل ما بتطلع ناشفه معاكي وصامته كده. تمام. وكل ما بتزودي زبده للقرصه بتطلع ناشفه معاكي وصامته، وكل ما بتحطي زيت كتير في القرصه نفس الكلام بتطلع ناشفه معاكي وصامته. عند التسويه هقولك ايه الحاجه الرابعه اللي هي تخلي القرصه معاكي تكون ناشفه وطالعه ناشفه كده ومش عاجباكي. تمام كده. هنا بقى هبدا اقطع القطعه دي زي ما انت عايزاه، حسب الحجم اللي انت عايزاه وحسب الذوق اللي انت، يعني حسب ذوقك انت في تقطيع اكلك وحاجتك. تمام كده. انا بحب اقطعها مسنوده شويه، عندنا هنا في الارياف ما شاء الله اللهم بارك بنحب نعمل القرصه كبيره، ما بنحبش نعملها صغننه، فطبعا كل واحد وليه ذوق في الحاجه. تمام كده. هنا انا بقطع على قد الصينيه اللي انا هفردها، يعني مش بقطع الكميه كلها وارجع ابدا افرد، لا، يعني انا بقطع مثلا 10 15 قرصه على قد الصينيه اللي هتشيل معايا. تمام. مسحت الصينيه بس بنسبه زيت بسيطه كده بفرشه او منديل، بس ما تحطيش كتير. وبدات اللي انا قطعتهم في نفس الوقت فردتهم، يعني عبل ما خلصتهم تقطيع ال10 15 اللي هم هياخدوا الصينيه دول. شايفه القرصه ما شاء الله هي بتجري لوحدها في الفرد، ومش محتاجه اخمرها تاني او اريحها تاني بعد التقطيع. الجو صيف حواليا والخميره ما شاء الله حلوه وشغاله معايا والدنيا تمام. هبدا بقى افرد زي ما انت شايفه كده، بخلي بين القرصه والقرصه زي الرغيف بالظبط اللي انا بقطع على النخال على الصينيه اللي هي ام يوسف، علشان هي بتخمر، ولما بحطها في الفرن بتاخد خمر تاني من حمو الفرن فبتزيد. هنا بقى حته زبده كده على وش القرصه، مش هين عليا اشيلها ومش هين عليا اخليها. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك بتبدا تفردي نفس الكلام، علشان لما بنحطها في الفرن بقولك بتخلي مسافة، علشان لما تحطيها في الفرن بتزيد خمر من حمو الفرن، فبتبدأ تتضاعف شوية كمان غير خمرها او ارتياحها على الصينية. تمام كده. فبنديها مسافة جنبها تتنفس وتاخد براحتها كده وتدي في المكان، بحيث ان هي تطلع معايا مظبوطة ومش لازقة في بعضيها. تمام. دول بقى اسيبهم حوالي دقيقة كده وارجع افردهم علشان ياخدوا معايا على طول ويدوا. هبدأ بقى اقطع الكمية التانية اللي هي بتاعة الصينية التانية، وهجيلك برضو واحنا بنحشي القرصة بالعجوة علشان اقولك تحشيها اي حاجة تانية بقى مكان العجوة اللي احنا هنحشيها دي احشيها. عايزة تحشيها ملبن، عايزة تحشيها قرفة وعسل، عايزة تحشيها عجوة، عايزة تحشيها جبنة، عايزة تحشيها اي حاجة انت عايزاها بقى احشيها. والعجينة دي على فكرة عايزة تعمليها حواوشي اسكندراني تنفع، عايزة تعمليها كايزر هتنفع،
عايزه تعمليها حشوه كده تحشيها من جوه لحوم او جبن او اي حاجه انت عايزه تحشيها نفس كده بالظبط، وشكلي فيها براحتك انت نفس العجينه دي. تمام كده. والكيلو برضو الدقيق اللي احنا عملنا له القرص، كل الناس بتقول دي مش قرص يا ام يوسف، دي كايزر، عيش كايزر، اللي انتوا تسموه سموه، المهم ان الحاجه حلوه وعاجباكم. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ويديكم الصحه والعافيه. وحد الله وصلى على الحبيب المصطفى، لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى هبدا اعمل تاني صينيه. بدات قطعتهم، ببل دايما ايدي زيت، نسبه زيت بسيطه، يكون الزيت اللي انت بتستخدميه يكون نوعيته جودته كويسه، علشان ما يديلكيش ريحه مش كويسه في القرصه. لو قعدت معاكي يوم ولا اتنين الزيت اللي هو ما هوش قوي فبيديكي طنه شويه فيها او ريحه شويه مش هتعجبك. فعشان كده بقولك استخدمي زيت يكون نظيف علشان حاجتك تكون الدنيا تمام فيها. هنا بقى برضو مسحه زيت بسيطه خالص كده، علشان خلاص انا مش هشيل بقى من على الصواني دي برضو حاجة من الحاجات اللي تخلي لك القرصة تطلع معاكي هشة كده وجميلة وما تكونش ناشفة قوي. ان انا الصواني اللي اسوي عليها هي ابطط عليها او افرد عليها، يعني الصينية اللي انا افرد عليها هي اسوي عليها. تمام. وطبعا احنا زي ما قايلين 1000 مرة ان تسوية الألمونيا انضف تسوية. تمام. بتخلي لك القرصة واحد من القعر، وتوزيعها كمان لما بتقفلي عليها الباب بتكون توزيعها من الوش واحد وتوزيعها من القعر واحد التسوية، فالدنيا كده بتبقى مظبوطة معاكي. هنا بقى هفرد القرصين اللي هناك دول، بدأوا خدوا ارتياح اهو، وهمشي ايدي بس تمشيه بسيطه خالص على القرص علشان لما تاخد خمر تاني ما تكونش عاليه قوي، انا عايزاها مظبوطه. ماشي كده خلصنا دول. هبدأ بقى اقطع بتوع العجوه. فردت كل الكميه اللي هي من غير عجوه، دي العجوه اللي احنا عملناها مع بعضينا على القناه، هحط لكم الفيديوهين بتاعها برضو باذن الله من غير مقطع من غير شر في صندوق الوصف، عشان احنا عملناه على فيديوهين، يوم فردنا البلح في الشمس وتاني يوم او بعديها بكام يوم يعني غسلناه ولمناه، هحط لكم برضو في صندوق الوصف. هنا بقى هدهن الصينيه بتاعتي زيت علشان اعدل العجوه بتاعتي. هبدا اخد كوره صغننه خالص كده قد بصي المصاصه بتاعت الطفل الصغير كده، او حبايه الحلاوه او حبايه الشوكولاته كده، وهتبدا تكوريها في ايدك كوره صغننه وتبدا تدوسي عليها تفرديها فرده بسيطه زي ما بتشوفي كده. ده كله انا بجهزه علشان القرصه بتاعتي وانا افرد مره واحده، ما اقعدش احط ايدي مره في العجوه ومره في العجين. تمام كده. ببدا كلهم دهنه لهم الصينيه زيت علشان ما يلزقوش فيها، ودهنه ايدي كمان زيت وانا بشتغل. هبدأ بقى اجيب القرصة على الظهر بتاعها، كل فردي على الظهر، ما بفردش على الوش خالص، وانا بفرد القرصة ما بفردش على الوش بتاعها ابدا، بجيب الظهر بتاعها وادوس على الطروف بس بتاعة القرصة، وابدأ ان انا اخلي في النص عالية كده، القرصة عالية من النص، والحرف بس اللي رقيق علشان هلم الحرف كله زي ما انت شايفة كده اهو، بلم الحرف كله وادمجه كويس واقلبها تاني على وشها. تمام كده. نفس الكلام 1 و2 و3. ببدأ افرد الطروف واحط العجوة في النص على الحتة العالية بتاعة القرصة، وابدأ اقلبها بس بعد ما اقفلها كويس قوي واتمكن من قفلها. تمام كده. ببدأ اقفلها، العجينة النطرية معايا بتمسك معايا على طول ما بتغلبش. تمام كده. هبدأ اعمل كل الكمية دي كده، وبرضو هنعدلها كلها ونيجي نفردها مع بعض. هنا بقى دهنت الصينيه اللي انا هفرد عليها برضو، بحيث ان انا هدخلها الفرن على طول، مش هشيل تاني في القرصه ولا هعدل تاني. شايفه انا بفردها ازاي؟ بعدلها من على وشها لظهرها تاني، بقلبها على ظهرها تاني وافرد. بس انا لما جيت اريحها الدقيقه دي مفيش دقيقه، مفيش دقيقتين يعني، قبل ما فردت بقيه الكميه ولميت فيها العجوه بتاعتها بدات بططتهم تاني وفردتهم. شايفه بقلب القرصه على ظهرها تاني وبطط على الظهر، شايفه اهو، وبرجع اقلبها على الوش تاني على الصينيه. واخده بالك معايا؟ نفس الكلام زي ما انت شايفه كده. هنكمل بقيه دول. عندي بقى قرصتين تاني في الطبق لسه هقطعهم واكملهم برضو بنفس الكلام، على قد العجوه ما هتشيل عندي او على قد المقدار اللي انت هتعمليه. كده خلاص خلصنا كله ما شاء الله اللهم بارك. عبال ما خلصتهم تقطيع كانوا اول صينيه بدات ارتاحت. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ يلا يا يوسف عند الفرن، هنولع الفرن يسخن ونجهز الحاجه اللي هنزين بها وش القرصه بتاعتنا. ما شاء الله اللهم بارك، كميه جميله، كميه حلوه قوي تقعد معاكي فتره طويله، وهقول لك في اخر الفيديو تخزنيها ازاي. هنا عندنا بقى فانيليا، وعندنا عايزه تجيبي حبه البركه، طبعا دول بالطين، دول لازم بيخلوا القرصه شكلها جميل في الشكل، هتشوفيه برضو في اخر الفيديو ما شاء الله اللهم بارك جميله. وبنحط عليهم معلقتين زيت وبنضربهم كويس، ونحط كيس فانيليا او باكت فانيليا، ولو عندك فانيليا سله استخدمي، يعني موجوده عندك استخدميه، المهم الفانيليا علشان ريحه البيض والزفره بتاعته. ماشي. وعندي طبعا بعد ما بدهن القرصه بتاعتي بالوش كده بتاعتها بالفرشه، عندك بقى حبه بركه حطي، عندك شمر، عندك ينسون، عندك سمسم، عندك اي حاجه انت عايزه تحطيها حطي. ما انتش عايزه تحطي حاجه خالص وتدهني حاجه خالص سويها على كده، عايزه تدهني بيض بس كده، او عايزه تدهني لبن من على الوش واللي يعجبك. البيض ده عندي انا حطيت عليه معلقتين زيت علشان بيدوها لون جميل كده، بتخلي لونها جميل قوي بعد التسويه.
هنا بقى انا مولعه الفرن وزي ما انت شفتيه الوقت كده، ومعلياه فوق وتحت، يعني معليه الجناب ومعليه تحت كمان، وسايباه عبال ما ادهن بس اول صينيه يكون سخن معايا وبقى كويس. ليه؟ علشان انا لو دخلت القرصه على البارد هتقعد معاكي حوالي نص ساعه جوه في الفرن ولا ساعه الا ربع، وهتنشف معاكي وما هتبقاش كويسه. فهمتيني؟ انما لما الصينيه تدخل على السخن على طول بتيجي معاكي على طول، ما بتاخدش حوالي 10 دقايق او ربع ساعه في الفرن، حسب طبعا حجم الفرن عندك وحجم الصينيه بتاعتك اللي انت بتدخليها. تمام كده؟ كل ما الصينيه طبعا بتكون صغيره مش بتاخد وقت كتير، وحسب ما انت قافله باب الفرن ولا لا. طبعا كل ما بنقفل باب الفرن على الصينيه في الفرن ما شاء الله بتتوزع الحراره من القعر ومن فوق كمان نفس التوزيع، فبتطلع لي الصينيه واحد. بس طبعا مش هحطها في الفرن واسيبها، لا دقيقتين وافتح الفرن وادير الصينيه، حتى لو ما اخدتش لون من الجوانب بدير برضو الصينيه بحيث ان القرصه تاخد معايا شكل واحد. تمام كده؟ هبدا بقى ان انا طالما دهنت القرصه بتاعتي كده هبدا احط عليها شويه السمسم بتوعي. لو انت عايزه تدخليها على كده دخليها، عايزه تديها نغزه بالشوكه اديها اللي يعجبك، ما انتش عايزه خالص زي ما انا سويتها كده بالظبط ممتازه ما شاء الله اللهم بارك، مش محتاجه اي حاجه عن كده. اهم حاجه ان انا الصواني اللي انا هقطع عليها هي اسوي عليها. طيب انا ما عنديش كميه الصواني دي، بفرش مفرش بلاستيك وامسحه بزيت مسحه زيت كده، واروح مقطع عليه القرص، وابدا ان انا اشيل قرصه بقرصه، يعني ايدي فوق القرصه والايد التانية تحت المفرش. هنا بقى حطيت الصينيه في الفرن وهوطي بقى الجوانب وهوطي القعر كمان. القعر ده بتحكم فيه ازاي؟ الجوانب دي بخليها واطيه زي ما انت شايفه، مش واطيه قوي ولا عاليه قوي. تمام كده؟ المهم ان انا اخلي بالي من القرصه حلوه قوي، المهم ان انا اخلي بالي من القرصه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ممتازه 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 بجد، الفيديو ممتاز وهتستفادي منه خالص باذن الله. شايفه بقى هنا عندي بحب ان انا شايفه تداريها كويس، والتسويه بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك ممتازه. طيب انا ما عنديش الفرن الكبير يا ام يوسف، هتسويه في الفرن بتاع البوتاجاز العادي خالص اللي بتطبخي فيه. طيب الفرن بتاعي ما بيولعش مع الشوايه من فوق، بولع القعر تحت يسخن الفرن حلو قوي زي ما ولعنا هنا بالظبط. طبعا بتكون صوانيك صغيره عندي، بتدخل الصينيه بعد ما تدهنيها نفس الكلام وتدخليها بيكون القعر مولع. بتخلي الصينيه في الرف الوسطاني، ما بتحطهاش على الصاج بتاع القعر على طول، لا بتخليها على الرف الوسطاني وتبداي تشتغلي نفس الكلام كده. بتبدأ تداير الصينية بتاعتك او الصاج بتاعك، ما بتخليهوش تسيبيه في الفرن. طيب كده اخد لون من تحت والوش لسه، ولعي بقى لفوق الشواية واطفي القعر لو انت الزرار بتاعك واحد. تمام كده؟ طيب عندي الزرار 2 لكل واحد حاجة لوحده وخلاص. هنا انا بديها شكة بالعود الكبريت او بالشوكة زي ما بقولك. انا بقولك عايزة دي ماشي عايزة دي ماشي اللي يريحك، بس الاتنين ما شاء الله اللهم بارك نتيجة ممتازة. الصواني دي بقى تسويتها ما اقولكيش ما شاء الله لا يعلى عليها. الصواني التانية ليها حرف كده وبتحمل قرصة من الجوانب، شايفة ما شاء الله قرص طرية وممتازة ممتازة كده. تعالوا هنا بقى نشوف القرص بتاعتنا اخبارها ايه بعد ما سوينا الكميه كلها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. وتعالي بقى كمان اقولك هنحفظها ازاي. شوفي الاول القرص بتاعتنا طراوتها عامله ازاي، وتدوسي على القرصه بتعمل معاكي ازاي. لا كايزر بقى ولا فينو ولا اي حاجه خالص. ما شاء الله وصفه ممتازه، ومن 20 سنه انا بعملها بنفس الكلام. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ممتازه. شايفه طريه زي الميه وفي الوقت نفسه مستويه وجميله قوي، وتحبي ان انت تقدميها لاي ضيف يخش عليكي، وفي الوقت نفسه عايزه تعمليها بتشكيله اللي يعجبك، عايزه تعمليها ساده اللي يعجبك. تعالي بقى نفتح قرصه تانية ونشوف الطراوه عندنا عامله ازاي. شايفه القرص؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجه كده جميله وحاجه حلوه قوي تستاهل لايك منك حلو ودعوه حلوه، وتصلي على النبي في الكومنتات علشان الايام الحلوه اللي احنا فيها دي. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا ان شاء الله كده يعود علينا الايام بالف خير. هنا بقى القرص بتاعتنا ممتازه. تعالي برضه هوريكي لو انت عايزه تحفظيها هقولك تحفظيها ازاي. هنبدا ان احنا بعد ما تبرد خالص على الصواني هبدا ان انا في الصينيه في كيس نظيف، شايفه القرصه ما شاء الله اللهم بارك، في كيس نظيف ناشف هتحفظي كل الكميه دي كده في الفريزر، ولما تحتاجي هتنزلي قبليها بنص ساعه القرصه هتلاقيها ما شاء الله اللهم بارك راحت ميه معاكي. حطي كميه في التلاجة من تحت وكميه في الفريزر ما شاء الله اللهم بارك جميله. عايزه تقطعي القرصه كبيره ماشي، عايزه تقطعيها اصغر من كده ده طبعا دي حاجه بتاعتك انت وذوقك وحريتك. كله ما شاء الله واحد، كله طري جميل، كله حلو قوي. الصينيه لما بتبقى طالعه من الفرن غير ما بتقعد فتره كمان بتكون اجمل واجمل كل ما بتبرد. دي القرص ام عجوه ما شاء الله، العجوه مليانه كلها من جوه وطعمها تحفه وجميله وحلوه قوي. يلا حبايب قلبي، شوفي لو عجبك اي حاجه في الفيديو دعمينا بلايك حلو منك، وطبعا اشتراك في القناه لو انت جديده. وان شاء الله باذن الله كده تعالي هنا بقى نشوف لك القرصه الحلوه دي بقى طعمها بالسكينه، شايفه ما شاء الله اللهم بارك مورقه من جوه وحلوه زي العسل، ومن غير كمان بيكنج باودر، يعني احنا ما حطيناش بيكنج باودر خالص. تعالي نفتحها من جوه على انك انت ممكن تحشيها اي سندوتش كده للطفل عندك.
ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده جميلة وحاجة تعتمديها وهتعجبك قوي بإذن الله. والفيديو ممتاز، ما تنسوش تدعمونا بلايك حلو منكم ودعوة حلوة منكم في الكومنتات، واشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد.